يا مغاربة، ده انتوا طلعتوا فراسين وكيادين اكتر مني. ايه ده، في ايه؟ هنعلي على بعض ولا ايه؟ شوف، انا سافرت حوالي اكتر من 16 بلد في العالم، ما خليتش من اوروبا لامريكا حتى افريقيا واسيا ما عتقتش، لكن عمري ما شفت تأشيرة بتطلع في اقل من 24 ساعة. انتوا لكم حد في المطار؟ عملتوها ازاي؟ عندي ليكوا خبر، هو هيبقى حلو علينا وعلى اللي بيحبونا، وبعد عنك نكد وحزن وقهر على الكسكسي والحمصي. بص يلا كده معايا، بعتولي تأشيرة المغرب. واحدة من أكبر عائلات المغرب دعوني للزيارة لمدة 10 أيام، قاعدة لكم بقى، وبعد عنك عاملين لي بروجرام مش مخليين حتة. أول حاجة هنطلع من مطار القاهرة، هنزل في كازابلانكا الدار البيضاء، هلاقي العربية مستنياني في المطار، هطلع على الأوتيل أبات ليلة، ولو إن هي كلها 5 ساعات كأني طالعة شرم الشيخ. خلصنا كازابلانكا هطلع على المدينة اللي ما كنتش أتخيل إن ليا فيها معجبين ومحبين، مدينة فاس، وهصور لكم من هناك اول جامعة انشئت على وجه الكرة الارضية، اللي انشأتها بالمناسبة واحدة ست اعتقد اسمها فاطمة فهرية، جامعة القرويين. انا احب اشوف بصراحة الصرح ده جدا. خلصنا فاس هنطلع على مراكش، جالكم المشاكش، عازميني هناك على حاجة اسمها بسطيلة، بس انا على بالك مش هاكلها بالحوت عشان انا برج الحوت لا يمكن اكل لحم اخويا، انا اكلها بالسمك عادي، يعني حتى الحوت مهدد بالانقراض ما بناكلوش، فمشيها سمك عشان ما نخسرش بعدينا. هطول انا في مراكش دي، في هناك كافيتيريا كده على النهر اسمها اريكا حاجه كده، هروحها. احذر يا تيك توك عشان هيحصل ايرور في السيستم من كتر اللايكات والكومنتات، وبعد عنك العدوات هيجي لهم سكتات قلبيات. هنخلص بقى مراكش ونطلع على المدينه الزرقاء، ذا بلو بيرل، مدينه شيفشاون دي بقى هخربها هناك تصوير، واظن واضح هيشكي للون الازرق، هي هتبقى ليله زرقاء على المفروسين المنكدين. في تعليق قريته كتير الايام اللي فاتت دي، كذا حد قايل لي كان حماق عليك، انا افتكرتها شتيمه يعني، بسبب الكلمه دي انا ما نمتش يومين. هو حضرتك هيجرى لك حاجه لو قلت لي بحبك عادي؟ يعني طلعت بقى كان حماق عليك دي، يعني مهبولين بيكي، متجننين عليكي. ابتديت اتعلم اللغه، خلي بالك. التأشيرة مفتوحة معايا لمدة سنة، مالتي انترنس، اخش واخرج براحة. بص هتلاقيني كل شهرين كده عندك جاي اقضي ويك اند، خميس وجمعة. هننهي بقى الرحلة الجميلة بتاعتنا دي بأبعد نقطة في المغرب كلها، المدينة السياحية طنجة، نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط، منظر لازم تشوفوه. واحنا راجعين بقى كده على المطار وخلاص بنودع، هنعدي على الصحراء المغربية، الرجالة هناك بعد عنك دافنين جدي بقاله 8 أيام تحت الأرض بيتشوشوا، فهنتعشى العشوة الجميلة في الصحراء، ونقعد بقى نسمع المزامير والحركات والبدع، وناخد بعضينا ونرجع على أرض الوطن، ومش بعيد أرجع لكم تاني وتالت وعاشر. من نفس منطلق المحبة عايزة أعزم إخواتي المغاربة لحضور أكبر افتتاح للمتحف المصري الكبير. هو اتأجل بسبب الأحداث طبعا، لكن قريب جدا هيعلن عن الافتتاح، هتشوفوا حدث عالمي كل ملوك وأمراء العالم هيكونوا حاضرينه. كمان هاخدكم نطلع شرم الشيخ، الغردقة، نروح دهب، نطلع جبل موسى، هتبقوا ضيوفي وتروحوا وتتفرجوا على جمال مصر وشعبها وتتكلموا عنها في أفريقيا كلها. اكتب لي في التعليقات انت من انهي مدينة عشان لما اروح المغرب تيجوا تزوروني. الجزائر قاعدين يبعتوا لي فيديوهات الرئيس الراحل بومدين، وتواصل معايا حوالي 3 صحفيين جزائريين معروفين، اسامي لامعة في الجزائر يعني. انا اعرف تاريخ الرئيس بومدين اكتر منكم انتوا يا جزائرية، انتوا بتعتبرون قلابي على الرئيس بنبلة، لكن احنا بنعتبره ارجل رئيس في الوطن العربي زي ما قال عنه السادات، لكن ايش جاب لي جاب يعني، مش فاهم ايه العلاقه. تبعتوا لي الفيديوهات دي عشان ايه؟ قلبي يحن مثلا؟ انا في خلال 24 ساعه لمجرد اني قلت ان انا مسافره المغرب زياره، يعني طالعه اتفسح، مش رايحه في مباحثات ولا مناقشات ولا ربط العلاقات ما بين البلد، ان انا رايحه اتصور سيلفي هناك. بعت لي اكتر من 3 رسائل تهديد من الجزائر، ودخلنا على الصفحة وشفنا اللوكيشن بتاعهم، وما شاء الله المغاربة ما قصروش معاهم، جابوا لي حقي وزيادة. فمعنى ان حضرتك يا جزائري تبعت لي صور او فيديوهات للرئيس السادات وهو بيشكر
في الرئيس بومدين. انا عايزة بس اسألك، هو ايش جاب لجاب؟ ايش جاب الثرى للثريا؟ ايش جاب الدكر البطل اللي نزل الساعة 4 الفجر، خد طيارته وجري على الاتحاد السوفيتي ودفع الفلوس بتاعت السلاح، وقالوا له طب امشي واحنا هنبعته، قال لهم سلاح مصر يوصل قبلي، ونزل وقف في المينا يشرف على السلاح اللي هيتشحن لمصر في درجة حرارة 20 تحت الصفر. اتصل بالرئيس السادات قال له اطمن يا سيادة الرئيس، السلاح جاي لك في الطريق. وعمل كده كمان مع سوريا. ايش جاب ده للمهرج بتاعكوا طق الحنك، الاستهلاك المحلي، الضحك على الشعوب، محاولة بطولة زائفة وهو لا عارف وشه من ظهره من قفاه، كل لما يتزنق يجيب سيرة مصر. افتحوا المعبر باش، لدرجة ان هو نفسه باش اتحلل، مبقاش عارف يتكلم ازاي ولا يقول ايه، وبقى مكروه من كل الناس وكره الناس في الجزائر بعد ما كانت فرخة بكشك عند كل العرب ايام الرئيس بومدين، اللي لما سألوا السادات قال لهم ارجل واحد عرفته، ارجل رئيس عرفته. قال له ايه اللي ناقصك؟ قال له سلاح. الاتحاد السوفيتي عايز الفلوس كاش، وانا بطني مفتوحة في الجيش مش عارف المها منين ولا منين، والحرب كمان كام يوم. قال له اقفل، من غير كتر كلام، من غير طق حنك. ما طلعش الرئيس بومدين عمل مؤتمر صحفي ولم الحاشية والشعبويات والصحفيين وقال لهم انا وامسك الحديد يتنى وانا البطل الهمام كلمش، ما فتحش بقه، ما حكاش العمل البطولي اللي هو عمله اللي حكى الرئيس السادات، وهو ده الصح. تكلمش عن نفسك، خلي الناس تتكلم عنك. الرئيس السادات بقى يحكي اللي حصل ويقول لهم انا بقيتش مصدق، لقيت الاتحاد السوفيتي بيكلمني وانا لسه طارد الخبراء الروس بتوعهم وماسكينها لي زله وعايزين يعملوا معايا اي نوش، وقفوا شحن السلاح. بومدين قال لهم انا مش جاي اتكلم في السياسه، كلمه ورد غطاها، انا جايب الفلوس والسلاح يتشحن على مصر قبل ما نوصل. دكر رئيس جزائري، مش انتوا، ما تقارنوش نفسكم بيه. اي طفل النهارده، انا صغيره كان ابويا قعدني على حجره ويقرا لي كتب التاريخ، فانا شاربه الثقافه العامه للجزائر ولكل الشعوب العربيه اكتر منكم انتوا شخصيا. انا اعرف اللي انتوا ما تعرفوهوش عن بلادكم. انا قاريه كتب لو وقفت عليها اطول السما. انتوا مين اللي قاعدين بيهددوني لمجرد اني قلت رايحه المغرب؟ للدرجه دي العداوه والحقد مالي قلوبكم؟ تهديدات، اغتيالات. طب انت قبل ما تجيلي سألت ولا امسح بيك الاسفلت؟ يعني المغاربه سفلتوك، ما خلوش، وبعتولي ناس مهمه جدا في المغرب. انت تحت عينينا، انت ضيفه متشالة على الراس من اول ما هتنزلي من المطار لغايه ما هنودعك على باب الطياره. فانا من جيتوا مع الشخص الغلط تاني. انا لا بخاف ولا شعره من راسي بتتهز، وعارفه ان كل ده طق حنك زي رئيسكم بالظبط. هو علمكم الجعجعه الفارغه، فالظاهر انكم افتكرتوا انها تنفع مع كل الشعوب. قافله رجعت قفاها يا قمر عيش. تونس نفسها دلوقتي بقت بتفتش اللي راجعين من القافله ومش عاوزه تدخلهم البلد يا راجل. الجزائر طلعت تبرأت الحكومه لما لقت الموضوع كبير عليها. الوزراء قالوا للرئيس خف بقى شويه عشان جبت لنا الكلام من طوب الارض. ولا ما سمعتش عن رحيمه الكبيره مذيعه الحرب العالميه؟ ما سمعتش عني؟ اكيد سمعت، ده انت تلاقيك عامل لي فولو. بلاش الدخول بغشوميه بيلبسك في الحيط. فاعرف انهي حيطه، عشان في حيط بلاستيك وفي حيط خرسانه هيعورك. سلام.